صباح الخير عليكم، بونجور. كنتمنى الكل على خير. ان شاء الله يعطينا خير هذا النهار، يكون نهار زوين ومبروك. ان شاء الله يبعد علينا اي حاجه خايبه. هذا الموضوع هو تكمله كيفيه التعامل مع المراهق. بالنسبه لوليداتكم، هو هذا السن حرج بزاف، وكيكونوا الله يهديهم راسهم قاصح. ولكن راه طبيعي ان يكون راسهم قاصح، لانهما كيحاولوا يلقاو ذاتهم، يلقاو كيانهم، يثبتوا راسهم، كيسحبوا راسهم راه كبروا وصافي ولاو كيعرفوا كل شيء، وحنا ناخذوهم غير بالتي هي احسن، غير بشويه. ولكن نقطة مهمة أن تكونوا عارفين ولادكم أشكون هما هاد صحابهم. حاولوا تعرفوا عليهم، تقربوهم ليكم، تكونوا عندكم ماليهم، العناوين ديالهم، شكون هما والديهم. لأن كاين واحد العامل كبير هنا تيلعب دور في حياة المراهق، هو داك الضغط ديال الصديق. peer pressure. peer pressure هي الضغط ديال الصديق، معناها احنا كنديروا هادي، ما درتيش بحالنا راه انت ماشي منا. فهمتي داك الانتماء وداك الاحتياج والحاجه للانتماء اللي كتكون هو عنده، والرغبه انه يكون شعبي ومحبوب ومبغي من طرف صحابو. الا زعما ما دار لهمش داكشي اللي بغاو وما دارش بحالهم، كيتعتبر خارج المجموعه، وكيقدوا يتنمروا عليه وكيولي منبوذ. فعلموا انه يكون عنده شخصيه قويه، انه يقول لا، لانه عارف داك المساله غضرو او عارف داك المساله خطا. فهاد السن هذا راه كيوليو كيديروا شي حوايج اللي ما تخيلكش على البال. شي حوايج خطيرين بحال السرقه، بحال الاعتداءات، بحال التنمر على وليدات واحد اخرين، جنس، ممارسة الجنس، تعاطي المخدرات، شرب الكحول. هاد المسائل كلها راه كتوقع وما كتسقولهاش الخبار، لان راه بزاف د الحاجات المراهقين كيديروها والديهم ما كيسيقوش الخبار على ود. كيكون واحد النوع ديال الخوف، او كيكونوا عارفين بان داك الشيء راه ما مقبولش نهائيا، خصوصا هما بداك السن، ومساله غير قانونيه سواء هنا او في امريكا مثلا. لان مثلا في امريكا الولد او البنت ما عندوش الحق يشري الكحول، ما عندوش الحق يشري الكارو حتى كيدير 21 عام. 21 عام عاد يمكن له وفين ما كتمشي. انا كنت كنمشي تما باش نشري الكادو ديالي انا، وانا كبيره في العمر والشيب كاع هكا في راسي، وكيقولوا لي عطينا الاي دي، البطاقه ديالك، باش كيتاكدوا من السن. علاش هادشي؟ على ود الا مشاو السلطات لقاوهم بان باعوا الكادو او الكحول لشي حد اللي تحت السن القانوني، كيقدروا يسدوا لهم داك المحل كامل، او كيعطيوهم غرامه كبيره او كتوصل حتى للسجن. دونك هما كياخذوا كاع الاحتياطات باش كيكونوا مطبقين القانون. هنا هاد النوع ديال القوانين او في مجتمعاتنا العربيه، في المجتمع المغربي ما كايناش للاسف. كتشوف وليد ولا بنيته داخل كارفور كيشري الكل، مجموعه ديال الشباب كيدخلوا، كيكون السن ديالهم كنحلف ما ممكن ما فايتش 15 16 عام، 17 كاع، فهمتي؟ كيدخلوا وكيشريو الكول بدون رادع، بدون مراقبه. هادشي راه خطير بزاف. الكارو كذلك. فاحنا نرجعوا لمساله انهم يتاثروا بعضياتهم، تيضغطوا على بعضياتهم. دونك الحل شنو هو انا نعرف ولدي ولا بنتي معامن، نحدد له واحد الوقت فاش كيدخل. قال لي غادي نمشي شي بلاصه، نحاول نوصلو او نجي اليه. الا ما ديتوش نجيبو، بحال غير لتفادي. ما راهما غايديروا شي حوايج بلا ما تسق الخبر، لان ما يمكنلكش دير عليهم الرقابه 24 ساعه. ولكن المهم شنو كنديروا حنا؟ كنصلحوا ولادنا بمبادئ، باخلاق، كتنمي الشخصيه ديالو، كتقويها باش هو كيكون كيخدم عقله واخا انت ما تكونش معاه. هادشي كيبدا من الصغر، من الطفوله. مني فعاوت اللي كضرب الوليد وكيبدا يخاف ما يديرش داك الحاجه، علمو علاش هو ما خصوش يدير داك الحاجه، شنو هما السلبيات، شنو هما العواقب ديال داك الحاجه اللي غيديرها اللي هي غلط. ماشي غير ضربو ما تفهموش، هذا راه خطا كبير كنديروه في المجتمع ديالنا. في المجتمع ديالنا ما كنفهموش الطفل علاش. الوغ كي كبر هو ما فاهمش. حاجه واحده اخرى، حاول تعامل مع هاد الولد ولا البنت واخا يغلط، خصوصا في سن المراهقه. ما كاين لا ضرب
لا تعنيف، لا غوات، لا والو. ممكن النبرة ديالك تكون حازمة، ممكن تبين له بانك مقلق من السلوك ديالو، غضبان. فهمتي؟ ما تهدرش معاه واحد يومين 3 ايام مثلا، تخلي غير مولي تهدر معاه او العكس. فهمتي؟ نتوما راه متفقين عليه، واحد كيهضر معاه واحد ما كيهضرش معاه. هي هذيك باش كيكون هذه هي العواقب، ماشي العقاب، العواقب ديال السلوك هو ديالو. فلان السن هو راه صعيب بزاف، هما ما كيبغيوش يسمعوا الهضره. شحال ما خباو عليك، شحال ما داروا شي حوايج زعما اللي عمرهم ما داروها في حياتهم، كيكتشفوا كاين الغريزه ديال الاكتشاف عاوتاني. كيكبروا وفعلا هما راه ما غيتعلموش حتى غادي يجربوا ويغلطوا، وحنا كلنا غلطنا وكلنا تعلمنا. كاين اللي ما تعلمش كاع. فهمتي؟ كاين شي حوايج كيبقاو معاك حياتك كامله لان كبرتي فيهم ولا كبرتي. المهم ان الواحد يحاول ما امكن يقرب لوليداتو، يعرفهم اش كيديروا، يحترمهم، يسمع لهم، ما يغوتش عليهم، يهدر معاهم، يفهمهم علاش هاد المسائل اللي ممكن هما ارتكبوها او داروها، او منعهم انهم يمشيو عند شي حد او هذا، غير بالتي هي احسن. وغير بشويه. لان دابا حنا كنتعاملوا مع مراهق اللي هو كيسحب راسو، كيعرف كل شيء وكيعرف احسن منك. وممكن كاع تشوف عنده ندرة ديال الاحتقار ليك انت، وممكن يهضر معاك هضره ما تعجبكش لانه هو كيسحب راسو راه صافي ولا كيعرف كل شيء. حنا كوالدين علينا بالصبر، حنا اللي ولدناهم، حنا اللي اختارينا نجيبوهم لهاد الدنيا، كيبقاو هما مسؤوليه ديالنا، امانه في عنقنا. شحال ما بذلنا معاهم مجهود وعطيناهم الخاطر وسمعنا لهم، غادي نحتضنوهم، غادي نستوعبوهم، ما غاديش نخليهم يخرجوا على راسهم يدمروا مستقبلهم، بالتالي يعذبونا احنا معاهم. لان الا ولدك ولا بنتك المراهق كبر منحرف ولا دار شي زبله، هذا حنا اللي غنتعذبوا معاهم. السلام عليكم والى اللقاء في الحلقه الجايه ان شاء الله. دمتم بخير وفي امان الله. نهاركم مبروك.